في البداية احنا بنكريت فاريبل عن طريق ان احنا بنقول اي اسم، سواء كان مثلا نقول ابل، بعد كده بنخليها تساوي، بعد كده نخليها 5. يبقى انا دلوقتي لو عملت برنت لابل المفروض ان هيطلع معايا الرقم اللي هيطلع هو 5. طيب انا عايز اعرف البيانات، ممكن نقول a equal int، وده الانتجر وهو الارقام، واكتب هنا 5. اعمل برنت ل a، بعد كده لما اجي رن هيطلع معايا هنا تحت 5 برضه. ممكن نحولها ل str، وده السترنج او الكلمات، وبيحول ال5 دي من رقم لكلمه، زي ما اقول هنا a plus hello، فلما اجي اطبع الاقي هنا 5 hello. وبعد كده عندنا بيانات تانية مختلفه زي الارقام العشريه، زي ما نقول a equal float، ونكتب هنا مثلا 5.5. لما نيجي نطبع a هيطلع معايا هنا مفيش اي مشكله. اما int ما نقدرش نكتب فيها ارقام عشريه، هيطلع معايا هنا 5 بس، لان هو بيشيل كل الارقام العشريه اللي موجوده. اخر حاجه معانا ان احنا نتكلم عن string، زي مثلا اقول عايز اتكلم عن a equal I am، بعد كده اعمل print ل a كوما، واكتب هنا مثلا بلال، ولما اجي اطبع هيدمج الاثنين مع بعض I am بلال. وبكده نكون اتعرفنا اكتر عن الفاريبلز، وفهمنا الفرق ما بين البيانات وازاي بتتخزن. ولو حابين تعرفوا اكتر ابعتوا لنا عشان تعرفوا التفاصيل.